لو عندك طبقات من الكيك اللي انت قطعتيه وعملتي منه تورت، او لو ما عندكيش كيك خالص وعندك بسكويت، انا هقولك على حاجه تعمليها جوه العلبه دي ويبقى طعمها بصوا وهم بجد، اللي بياخد منه معلقه ما بيبطلش. حاجه طعمها حلو جدا واحلى كمان من التورت اللي احنا بنعملها. انا هنا خدت الكيك قسمته وحطيت الفانيليا في ناحيه والكيك شوكليت في ناحيه. ولو مش عندك وعندك بسكويت قوي وبسكويت عادي هتعملي نفس الحكايه. انا هنا سقيتهم بعصير اناناس مخفف، انتي لو هتحطي بسكويت هتسقيه بلبن، عشان خاطر لبن سخن شويه عشان خاطر يطرى ويمتص اللبن ده. جبت معلقتين 3 كريم جانتيه، حطيت عليهم معلقتين 3 كريم باستري، ولو مش عندك ممكن تحطي عليهم ظرف كريم كراميل وتضربيهم مع بعض كده. حتى لو هتضربيهم بالسبوتلا من غير مضرب ولا اي حاجه، بشويه ميه مثلجه هيدوك القوام اللي انت شايفاه ده، او حتى بالمضرب اليدوي يعني. هفرد الكريمة كلها طبقة واحدة فوق اللي احنا عملناه من الكيك. طبعا طبقات الكيك اللي خدت العصير بقت دايبة ومتشربة وناعمة جدا. طبقات الكريمة غنية وسكرها مش كتير عشان خاطر اللي ياكل ما يتضايقش من الطعم بتاع السكر الزيادة، لان اوريدي كل ده من فوق هيتغطى بالشوكولاتة. الخط اللي عملناه في النص ده عملناه بصوص كراميل او مربى الحليب اللي هي بتبقى بطعم التوفي او الكراميل بس متماسكة، بنعمل منها روزيتات شوية. الجزء الابيض اللي انا حطيته من الاخر ده دي نوتيلا بيضة، انا يعني خففتها شوية بمعلقتين زيت عشان تبقى سايلة زي ما انتم شايفين كده من غير حمام مائي ولا اي حاجة. هنا هحط بقى النوتيلا برضو متخففة بشوية زيت بطعم الشوكولات، مش دي كانت نوتيلا بيضة، دي نوتيلا بني او شوكولاتة. هفردها برضو بالراحة بالمعلقة كده بحيث ان انا اخلي السطح عندي متساوي. هبتدي احط بقى اي تزيين موجود، قطع من البسكوت، بندق. اللي انا حطيته ده حاجه اسمها كريسب كده، بيبقى من جوه مقرمش وحلو من بره بطعم الشوكولاته. اللي حطيته في النص دي زي صوابع بسكوت صغيره كده متغطيه بالشوكولاته. وهناك سبرينكل احمر، بصوا المنظر بتاعها، طبقات من الكيك عليها طبقات من الكريمه. ودي كانوا طبقتين من الكيك عندي فاضوا وانا بعمل التورته اللي فاتت. مش عايزه اقول لكم، يعني انت شايفه منظر المعلقه هي بتحكي. بصوا منظر المعلقه عامل ازاي، الشوكولاته مع الكريمه مع الكيكه اللي بقت جوسي خالص من العصير اللي اتحط فيها وطريه كده وكلها نداوه. طعم بجد لا يقاوم، اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو ما كانش بالكيك يبقى بالبسكوت. واتمنى تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم، واسيبكم بقى في تكمله واحنا بناكل الكيكه دي. والسلام عليكم ورحمه الله.